السلام عليكم. اهلا بكم في درس جديد من دروس تعلم تي في. انا عمر رواشم ودي قناه تعلم تي في. النوع ده من الفيديوهات اللي انا بحب اتكلم فيه وانا بذاكر. ممكن يكون في بالك طب ازاي انت بتذاكر وهتكلمنا؟ الفيديوهات دي بتكون طالعه من القلب للفيديو، ما بتكونش متحضره، ما بتكونش فيها اي مونتاج، ما بتكونش فيها اي حاجه. كل اللي انا عايز اقوله لك وانا بذاكر عايز اتكلم معاك. فالحكايه النهارده في فكره ان انت لما بتيجي تذاكر حاجه في اي ماده، سواء كنت ثانويه عامه او كنت كليه او ايا كان الحاجه اللي انت بتعملها، ويكون انت بتذاكر الحاجه دي زي الماده اللي انا حاليا بذاكرها دي، ماده اسمها بساتين في هندسه زراعيه، ما بتكونش انت حابب الحاجه دي اللي انت بتدرسها حاليا دي، بس الماده دي انت لو ما ذاكرتهاش هتشيلها. فازاي ان انت تقدر ان انت تذاكر الحاجه دي وانت مبسوط وهفن خالص والدنيا تمام ايزي خالص؟ انا كل اللي انا بعمله ان انا بفتح التابلت زي كده، و يعني حاجه زي البي دي اف اللي قدامي ده مثلا كام 100 ورقه. فانا من المستحيل ان انا ماده زي دي مش حابب المجال بتاعها ولا حاببها نفس يعني شخصيا. بص يعني الماده نفسها تحس ان هي ايه، يعني كميه حاجات. يعني هديك مثال، مثلا يجي يقول لك ايه الاواني المستخدمه في الزراعه والدورات الزراعيه والتكاثر والفرق بين التكاثر الجنسي والتكاثر اللاجنسي. حاجات بديهيه بالنسبه لك، يعني دي ممكن تكون حاجات بديهيه. ايه ده؟ طب ما الحاجات دي سهله، اما انت مكبر مواضيع ليه؟ لما بتخش وتشوف وتقرا كده وتقعد تقول ايه ده، ايه فكره التكاثر والاخصاب والبذره والثمر والحاجات دي، يعني انت اصلا، انا بقول لنفسي انا بدرس الحاجات دي ليه؟ يعني ايه اللي انا هستفاده لما ادرس تكوين البذره مثلا، او فكره التكاثر، او فكره الحاجات دي؟ ايه اللي انا هستفاده من الحاجات دي؟ فهنا انت بتبدا الشيطان يخش لك، ايه اللي انت بتدرسه ده؟ طب ما انت من الاول اصلا مش حابب المجال، طب ما انت من الاول اصلا مش حابب ان انت تكمل في المجال ده او في الكليه دي، او اللي انت هتستفاده لما تطلع من الكليه مثلا، او انت اللي استفاده لما يبدا الشيطان يخش لك من الحته دي. انت ايه اللي هتستفاده؟ ايه اللي انت هتستفاده لما تخلص 4 سنين كليه؟ او انت في طب ايه اللي هتستفاده لما تخلص؟ ايه اللي انت هتستفاده لما تخلص مثلا هندسه؟ الشيطان يبدا يخش لك، طب ما في 7000 مهندس وفي 4000 دكتور و7000 مهندس و7000 في المجال اللي انت فيه ده، ويبدا الشيطان يخش لك من الحته دي. فانا كل اللي انا بعمله علشان نكسر القرف اللي احنا فيه ده والشيطان يخش لك من الحته دي، وانت تبدا اصلا انت كاره اصلا الماده اللي انت بتذاكرها. يعني انت اصلا من غير الشيطان كاره الماده اللي انت بتذاكرها. فانت بتعمل ايه؟ كل اللي انت عليك ان ماده زي كده تبدا، يعني انا اصلا ببدا اعمل ايه اما اخش ان انا عايز اذاكر مثلا؟ كل اللي انا بعمله بعمل حاجات كان رحمه الله عليه الدكتور ابراهيم الفقي قال لما تخش في فكره ان انت عايز تذاكر وتهيئ لنفسك كواليتي او جوده لفكره ان انت عايز تذاكر بطريقه كويسه. كان الدكتور ابراهيم الفقي قال 1 2 3 4 4 حاجات كنت انت المفروض تعمله. اول حاجه انك تتوضا، اقفل سكه الشيطان دي خالص، وفكره ان انت اي حاجه عايز تعملها او ان انت اي معصيه او ايا كان الوضوء. اول حاجه ان انت تتوضا، تبدا كده وتتوضا والدنيا تمام، وتتوضا توضيه كويسه وكل حاجه. تاني حاجه عم الدكتور ابراهيم الفقي كان قال ايه؟ تصلي ركعتين لله توفيقا للحاجه اللي انت داخل عليها دي، توفيقا في الماده دي مثلا، ان ربنا يوفقك في ماده زي كده، وتدعي تقول ان ربنا يوفقك في حاجه زي كده. الحاجه الثانيه انك تحط كل المستلزمات بتاعتك قدامك، ودي بيتكلم فيها ناس كتير جدا. كل اللي انت عايز تعمله ان انت تحط
حاجه مثلا انا هذاكر دلوقتي اهو، حاطط ازازه الميه، قلمي قدامي، تابلت قدامي، اي حاجه لو انت عايز تاكل مثلا او ايا كان الحاجه دي جنبك. لكن دلوقتي الساعه 2 بالليل، فانا ايه اللي هاكله يعني؟ فكل الحاجات اللي انت عايز تحطها قدامك، سواء كان ميه، سواء كان التابلت، خلاص، قلمك، كراساتك، حاجاتك، محتاجاتك كلها قدامك. ما تخليش الشيطان ايه ده، طب ما انت قوم اشرب ميه، طب ما تقوم. بالنسبه للميه صح، يعني اشرب ميه عشان عطشان الصراحه. على اريحيه خالص. الفيديوهات دي انا يعني ما بشيلش منها اي حاجه في المونتاج، ده انا بتكلم معاكم يعني كلام من القلب والله. فالفكره ايه بعد كده؟ انت مثلا ورقك خلاص جنبك، التابلت، الميه، قلمك، كل حاجه تمام، انت كده الدنيا تمام خالص. بعد كده تقرا ورد من القران مثلا قبل ما تخش مذاكره. انا عايزك تعمل فقاعه ايمانيه من الاخر، يعني الدكتور ابراهيم الفقي من الاخر كده عايزك تعمل فقاعه ايمانيه قبل ما تخش المذاكره، بحيث ان انت ما يجيلكش الشيطان يوزك ويقول لك قوم اعمل كذا، قوم ما سوف كذا، قوم ما ابدا روح الحمام، قوم مش عارف ايه. الشيطان هيجيلك من الحته دي. فكل اللي انت عايز تعمله ان انت تتوضا، تصلي، تقرا ورد من القران، مستلزمات المذاكره قدامك، ابدا خش. في بدء الخش دي بقى في بقى ايه حاجات انت هتبدا برضو ايه، انت قرفان اصلا، فانت لازم ايه واحده واحده. مثلا انا عندي امتحان مثلا بعد اسبوع او خلاص، فانا هبدا ايه، ادي 100 صفحه. مستحيل علميا ان انا هاخد ال 100 صفحه دول، ان انا اخد ال 100 صفحه دول في اليوم الواحد، ده مستحيل. فانا بعمل ايه؟ بقسم الماده دي. مثلا الماده دي 100 صفحه بي دي اف، ده المفروض ان انت هتذاكره 100 صفحه. فهتعمل ايه؟ كل اللي انت عليك تعمله ان انت هتاخد 50 20 10 5. انت ومقدرتك يا صاحبي، انت ومقدرتك، زي ما تاخد ذاكر ماده زي كده 100 صفحه، قادر انت تذاكر 5 ذاكر، قادر انت تاخد 10 ذاكر، قادر انت تاخد ال100 خدهم. مش هقول لك لا، مش هقول لك ان انت ما تذاكرش ال100، لا، خد ال100، خد 5، خد 10، خد 20، على قد ما قدرت. علشان وانت بتذاكر خلاص ان انا هذاكر 5 صفحات مثلا، هذاكر 5 صفحات دول، طب انا هذاكر 5 صفحات دول، قادر ان انا اخد 5 كمان زائد 5، قادر ان انا اخد 10 كمان زائد 10 مثلا. زي ما تاخد زي الفل، خد ذاكر كمل. ليه؟ لان انا مثلا عندي 3 مواد السمستر ده، 3 مواد الترم ده، خلاص، فانا اخد 10 في الماده دي، و10 في ماده ثانيه، و10 في ماده ثانيه، خلاص. ادي معايا 30 مثلا 30 ورقه في البي دي اف، بس على ايه؟ على مواد مش واحده. يعني هاخد 10 من بساتين، هاخد 10 من فسيولوجي حيوان، هاخد 10 من فسيولوجي نبات مثلا. دول المواد اللي عليا الترم ده. فانا هاخد 10 من كل ايه؟ من كل بي دي اف. انا كده بذاكر وانا مرتاح، والله عندي طاقه ان انا اكمل واخد كمان 10، خد كمان 10 تمام، شد كمان كمل. ليه؟ لانك لما توصل مثلا لنص يعني انت عندك مثلا امتحان بعد اسبوعين، فانت خلصت المنهج او خلصت البي دي افات دي 3 4 مرات، هتخش امتحان مرتاح. فانت كل ما بتزود، يعني مثلا كل ما انت بتزود ورق في البي دي اف، انت مرتاح نفسيا، خد كمل تمام، شد كمان، خد كمان. لكن انت في مقدرتك لو 5 ورقات في اليوم بس، هتتقن ال5 ورقات دول وهتذاكرهم تمام، شد والله صح. ما يجيلكش الشيطان ايه ده، انت هتاخد 5 ورقات بس، لا فكك بكره خد 10. لا، الحاجه اللي انت قادر تعملها دلوقتي اعملها، ما تسوفش. المهم ان انت ما تسوفش، زي ما هي كده، 5 ورقات 10 ورقات زي ما هي. وده اللي انا بعمله. خلي بالك، انا مثلا دلوقتي قادر ان انا في مقدرتي والطاقه اللي عندي ان انا اذاكر 5 ورقات او 10 ورقات، ده كل مقدرتي.
فانا هذاكرهم دول خلاص، دول اللي انا هذاكرهم. فاعمل الطريقه دي والله يعني انت سواء كنت طالب جامعه او طالب ثانويه، ذاكر اللي انت تقدر عليه، ذاكر. وما يجيلكش الشيطان يقول لك ايه ده انت ذاكرت 5، لا ده انت كده هتسقط اوبا. فيبدا الشيطان يخش لك من الحته دي ويقول لك ايه، فكك من المذاكره بقى، خد لك كده راحه، استراحه من الراحه الجميله 3 4 ساعات. يعني انت كل الاصل اللي انت ذاكرته، كل اللي انت ذاكرته 5 ورقات، فخد قدامهم 10 ساعات. وفي طريقه ثانيه بعملها، ان انا باخد 5 ورقات مثلا على ساعه، وباخد بريك مثلا نص ساعه مثلا. مش طريقه البرومورو ولا برومو تكنيك، لا مش الطريقه دي. لا انا باخد مثلا 5 ورقات، وباخد بعديهم 5 ورقات كمان، وباخد بعديهم 5 ورقات، بس باخد بريك في النص كده. فحاول تتبع الطريقه دي، والله العظيم هتفرق معاك جدا جدا جدا. فبس اشوفك بقى في فيديو تاني في طريقه تانيه في احسن الحالات. فخلينا بقى نشوف بعضينا، وسبسكرايب في القناه ولايك عشان الفيديوهات او الشانل توصل ل 100,000 مشترك في يوم من الايام، انا وانتوا. ونحط الدرع هنا مثلا. انا بس ايه بتخيل الدرع بتاع اليوتيوب ده مثلا لو جه، حلم من احلامي اللي ورا دي، خلي بالك اهو، بس تقريبا فين درع اليوتيوب اهو، ده درع اليوتيوب. فسبسكرايب في القناه ولايك وشير الفيديو ده على قد ما تقدر. اشوفك في فيديو جاي. I miss you. Thank you for watching على المشاهده دي، والسلام عليكم.